اللي انت شفته ده مظاهرة، بس ركز معايا بقى الله يرضى عنك، ونقول انها مظاهرة سلمية جدا. الوقفة دي وقفة سلمية، الوقفة دي وقفة سلمية. يا وزير الإسكان احنا ظلم موظفين شركة المية اللي عندهم شوية طلبات، ممكن نطلع ونركز ونبص عليها كده مع بعض ونشوف الناس دي عاملين مظاهرات ليه. الناس دي ايه الحق اللي ليهم اللي اطمنوا بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بجد بقى يقول للناس انا بسمعكم، صوتكم بيوصل لي. وده اللي حصل في الانتخابات، والانتخابات اتلغت، ودلوقتي البقاء لصاحب الصوت المميز الحقيقي، البقاء لحد يديك صوته عشان عارفك وواثق فيك، وتتسأل بعد 5 سنين عملت ايه. النهارده في تطوير وفي خطه الرئيس حاططها عشان مصر تبقى احسن، واحنا ان شاء الله بنوعي الشباب وبنوعي الناس وبنسمع صوت الناس في الشارع، وعايزين نوصل صوتنا لما ننتخبه يكون هو قد الامانه، لان ده الصوت اللي الحكومه هتسمعه، ودي حاجه مهمه جدا. الانتخابات نفس الكلام عايزين نقيسه في انتخابات النقابات. النقابه في شركتك، انت راجل موظف ليك نقابه دورها ايه؟ هو ده صوت الموظف اللي بيوصل للشركه، لرؤساء الشركه وللناس الكبار في الشركه لحد الوزير، التسلسل الوظيفي. هو ده اللي بيوصل صوتك، مش عضو النقابه اللي تيجي تساله على حاجه فيقول لك هو ده القانون مش هنقدر نعمل حاجه. من فضلكم نقوا وما تفتكروش ان ده امر بسيط. ده صوتكم اللي انتوا بتدوه واللي احنا هنسمعه او من خلاله هيطالبوا بحقوق وهيبقى عليهم التزامات. الله اكبر، ما تستسهلش وما تستهونش. نقابة العمال هو ده صوتك اللي بيوصل لشركتك. 1 2 النقابة فين؟ 1 2 النقابة فين؟ دولت موظفين شركة المية بيطالبوا بحقوق ممكن نطلع ونركز عليها. اول طلب حياة كريمة. حياة كريمة باختصاره بالبلدي يرجع بيته يعرف يكفيه، يعرف يكفي عياله واكلهم وشربهم والتزاماتهم ومصاريفهم ومدارسهم والمناسبات والعيدية وشوية الحاجات كده والمكافآت والحوافز. يا ريت نخلي بالنا منها جدا ونحافظ عليها، عشان اي حاجة هتنزل من شريط قبض الراجل الغلبان اللي بيروح لعياله ده، فهو نزل من الراتب اللي داخل للعيال، داخل لأسرته، داخل لبيته لالتزاماتهم، هيبدأ ياخد منه. مش عايزين ناخد من مرتبات الناس دي يا جماعة، عايزين نضيف لها، عايزين نديها حقوقها اللي الناس بتطلع تطالب بيها بمنتهى الهدوء ومنتهى الوعي. والمظاهرات سلمية والناس طلعت اتكلمت. الناس بتحب الرئيس، واثقة جدا في الرئيس، وواثقة ان هي حقها بتاخده، وبتحب الرئيس. قسما بالله النهارده الناس دي بتحب الرئيس جدا. الناس دي موظفين يا جماعة، زي موظفين الكهرباء كده، اتشرف ان واحد منهم. يا جماعة كل الناس دي خدمت كويس جدا في تطوير البلد دي. الناس دي تعبت وطلع عينيها، الناس دي حضرت كل حاجة في البلد في خدمتهم من مكانهم، سواء كهرباء، سواء مية، سواء غاز، سواء اي شركة من شركات الحكومية اللي النهاردة كلنا عارفين ان هم شغالين بقوة، لان ما يقدروش ما يشتغلوش، لان كل حاجة حرفيا هي بيتراجع عليها وبتتشاف لحد ما توصل انها خطة من خطط تطوير مصر. كلنا شايفين مصر النهارده وصلت لحد فين، فهو حقه ان هو يتقدر، حقه ان احنا نسمعه. ولما يقفوا ناس زي دي هم رجاله، مظاهره سلميه وصلوا صوتهم بس علشان يحسوا ان صوتهم وصل. ويا ريت تاني نضيف لقبضهم ما ناخدش منه. بكلمكم بلغه الموظفين، بكلمكم بلغتكم الطبيعيه، بلغه الناس العاديه. راجل واخد على قبض يا جماعه معين، قبضه معين، بيروح بالبيت، عليه التزامات، عليه فلوس، عليه مصاريف، عليه حاجات كتير جدا، فالبيت واخد على المصاريف دي. لما اجي مره واحده اشيل منه في ظل اصلا ايام بقى فيها شويه غلا وكلنا عدينا منها مع بعض، حاجات كتير جدا كلنا عايشينها وكلنا فاهمينها، وبيجي اخر الشهر ياخد من فلان عشان يمشي الدنيا، واول ما يقبض يديه. فهي دايره يا صاحبي. هو همزة الوصل بيننا وبين الحكومة او بيننا وبين الادارة. بالظبط هو لو يوصل صوت الناس اللي بصوتها مش هيرسلها. بالظبط. لازم يكون امين ومحترم وراجل شخصية ومش اي كلام. هنقول ايه بس؟ هنقول الحق. فبالله عليك لما توصل في اي مكان تقعد تتكلم باسم الشعب، تتكلم باسم الموظفين، انت بتتكلم بامانه محطوطه في رقبتك هتتحاسب عليها يوم الدين. فباختصار بلاش نصعبها على الناس عشان الناس ما يصعبهاش علينا.
انت النهارده حضرتك وصلت، وصل الناس اللي عندك دي بتشقى وبتتعب، الناس اللي عندك دي بتنفذ خطط، الناس اللي عندك دي بتقدم مجهود جبار. وصاك كده ايه تحفيز، انا بحفزه فبديله حافز. ما ينفعش اشيل من مرتبه. لما توصل ما تصعبهاش على الناس عشان ربنا ما يصعبهاش عليك، سهلها عشان اللي بعديك يجي ويسهلها، وربنا يسهلها عليا وعليك. انت بقالكم شرف ليا، شرفتوني والله. ما تفكرش ابدا في ان ده ممكن يجيب لك اكتر، لا، دور على اللي عنده منطق وعنده موضوعيه وعنده انصاف وعنده امانه، لانه لما هينصفك هينصف مصر برضه.